ايه اللي بيخلينا نشتغل بحماس وننجز؟ وايه اللي بيخلينا نحس بالملل ونفقد الشغف؟ هل الفلوس والمكافآت هي الدافع الحقيقي ولا في حاجة اعمق بتحركنا؟ ده كله هنعرفه من خلال كتاب الحافز لدانيال بينك. في الملخص هنعرف الدوافع الداخلية اللي بتحركنا من جوانا. تابع معانا علشان نكتشف سر الحافز الحقيقي. من خلال قناة فكرة وكتاب هنبدأ ملخص كتاب الحافز للكاتب دانيال بينك. لما يكون عندنا حرية في اتخاذ القرار ورغبة ان احنا نتحسن كل يوم واحساس ان احنا بنعمل حاجة ليها معنى، ساعتها الانجاز هيكون ممتع مش مجرد واجب. المهم انك ما تفوتش اي ثانية لان الكلام ده ممكن يغير طريقة تفكيرك تماما. الحافز البيولوجي هو الدافع الأساسي اللي بيخلينا نتحرك علشان نلبي احتياجات جسمنا زي الجوع والعطش أو حتى النوم. دانيال بيقول إن النوع ده من الحافز هو الأساس لكنه مش كفاية علشان يخلينا نبدع أو ننجح في حياتنا. الأكل والشرب مهمين، بس هل هما السبب اللي يخلينا نصحى متحمسين لشغلنا كل يوم؟ أكيد لأ. الحافز الخارجي هو الدافع اللي بيجي من عوامل خارجية زي الفلوس أو المكافآت أو حتى الخوف من العقاب. دانيال بينك بيقول إن النوع ده ممكن يكون مفيد في المهام الروتينية لكنه مش كفاية للإبداع والتفكير الحر. لو اعتمدنا عليه بس شغفنا هيقل بمجرد ما المكافآت تختفي. النوع الثالث الحافز الداخلي. الحافز الداخلي هو الدافع اللي بيجي من جوه الإنسان زي الرغبة في التطور الشخصي والإبداع والشعور بالإنجاز. دانيال بينك بيقول إن لما بنكون متحفزين داخليا بنبقى أكثر قدرة على التميز في شغلنا. الحافز ده مش بيعتمد على مكافآت مادية لكن على إحساسنا إننا بنعمل حاجة لها معنى. النظام القديم باستخدام مبدأ العصا والجزرة، المكافآت والعقوبات، مش فعال زي ما كان قبل كده. دانيال بينك بيقول ان الطرق دي ممكن تشتغل في المهام البسيطة او الروتينية لكن في المهام اللي بتحتاج ابداع وفكر بتقلل من الحافز الداخلي وبتقلل الابتكار. الحل هو التركيز على الحوافز الداخلية زي الاستقلالية والتحدي والشعور بالانجاز. دانيال بينك بيشرح في كتابه ان الحوافز الداخلية زي الرغبة في التطور او احساس الفرد بالانجاز هي اللي بتخلي الشخص يستمر في العمل حتى من غير مكافآت. لما الشخص بيكون متحفز من جوه، اما الحوافز الخارجية زي المكافآت او العقوبات تكون مؤقتة وتفقد فعاليتها مع الوقت. لو لسه مهتم تعرف اكثر عن الحوافز وازاي تقدر تستخدمها لصالحك، تابع الملخص لحد النهاية. نتمنى ان يكون الملخص عجبكم وما تنسوش تدعمونا بلايك وشير وسبسكرايب للقناة. نرجع مرة تانية لملخص كتاب الحافز لدانيال بينك وهنتكلم عن ثلاثية التحفيز الداخلي اللي هم الاستقلالية والتطوير والهدف. الاستقلالية هي أحد العناصر الأساسية في التحفيز الداخلي. معناها إنك تحس إنك عندك الحرية في اتخاذ قراراتك وتنظيم حياتك. لما يكون عندك الاستقلالية بتكون مسؤول عن نفسك وعن قراراتك، ده بيخليك أكثر حماسة وإنتاجية. لما تحس إنك مسيطر على شغلك وعلى حياتك وتحس إنك بتحقق أهدافك بنفسك. التطوير يعني انك دايما بتسعى لتحسين نفسك واكتساب مهارات جديدة. لما تحس انك بتتطور وتتقدم بتكون اكثر تحفيز انك تواصل شغلك وتحقق نجاحات اكبر. التطوير مش بس في الشغل لكن كمان في حياتك الشخصية. لما بتشوف نفسك بتتقدم في حاجة بتحبها ده بيخليك متحمس اكتر لمواجهة التحديات وتحقيق اهدافك. الهدف يعني انك بتعمل حاجة ليها معنى واثر في حياتك او في حياة اللي حواليك. لما تحس انك شغال علشان تحقق حاجة كبيرة مش بس علشان المال او المكافآت، ده بيخليك متحمس تشتغل بإبداع. الشعور انك بتحقق هدف اكبر من نفسك هو اللي بيخليك تستمر حتى في اصعب الظروف. بتعرف تركز وتوجه طاقتك كلها لتحقيقه. لما الشخص يكون مدفوع بالشغف والهدف بيكون أكثر التزام وإبداع وإنتاجية. يعني مش بيشتغل بس علشان المكافآت أو مصلحة شخصية لكن لأنه بيشوف شغله جزء من حاجة أكبر. ده بيخليه يدي أفضل ما عنده وبيشتغل بحماس. هتقدر تتحدى أي صعوبات لأنه حاسس إن الشغل ده ليه معنى. من ضمن أسباب التحفيز الداخلي اللي بتزيد الإنتاجية والإبداع هي حرية التطوير والتحدي المستمر وربط العمل بأهداف ذات معنى. أهم حاجة إنك تربط شغلك بهدف واضح لأن ده بيخليك بتحس إن كل خطوة بتاخدها لها معنى. ده بيزيد من حماسك واستمرارك في العمل. إزاي هنعيد تفكيرنا في التحفيز؟ دانيال بيأكد ان اعادة التفكير في التحفيز للقادة والمديرين يعني انهم لازم يغيروا طريقة تحفيز فرقهم. بدل المكافآت والعقوبات لازم يركزوا على تحفيز الناس من جوه زي منحهم حرية الاختيار وخلق تحديات بتساعدهم انهم يتطوروا. كمان ربط العمل بهدف كبير وواضح يهم الفريق ويخلوهم يحسوا بأهميتهم.
إعادة التفكير في التحفيز للمعلمين والآباء معناها إنهم لازم يغيروا طريقة تحفيزهم للأطفال والطلاب. المفروض يركزوا على تحفيزهم من جوه، زي تشجيعهم على الاستقلالية والتطوير الذاتي. لازم يكون عنده دافع داخلي علشان يتعلم. لما يحس الطفل إنه قادر ومهم، ده هيديه حافز أكبر. إعادة التفكير في التحفيز لأنفسنا معناه إننا نركز على تحفيز نفسنا من جوه. لازم نحدد أهداف واضحة وقابلة للتحقيق، وندعمها بدافع داخلي زي الرغبة في التطور. لما نكون مسؤولين عن تطوير نفسنا وبنسعى لتحسين مهارتنا باستمرار، ده بيخلينا نتحفز بشكل أكبر، وهنحس بالرضا الحقيقي عن التقدم اللي بنحققه. خلاصة الكتاب إن التحفيز الحقيقي مش بيجي من الحوافز الخارجية زي المكافآت أو العقوبات، لكن بيجي من داخل الإنسان نفسه. لما يكون عندك دافع داخلي زي الإحساس بالهدف أو الرغبة في التطوير الشخصي، بتكون أكثر إنتاجية وحماس. الكتاب بيأكد على أهمية الاستقلالية والتحدي. الخلاصة ان اقوى دافع للعمل هو شعورك بالاستقلالية والايمان بهدفك. لما تكون مسؤول عن قراراتك وتحس انك قادر تتحكم في حياتك، ده بيخليك متحفز اكتر. لما تؤمن بالهدف بتشوف ان له قيمة كبيرة في حياتك. الشعور بالاستقلالية مع الايمان القوي هو اللي هيخليك تتغلب على التحديات. لما نفهم اللي بيحفزنا هنكون أكثر نجاح. فهم الدوافع الداخلية والاحتياجات الحقيقية بتساعدنا نوجه طاقتنا بشكل أفضل. لما نعرف اللي بيخلينا نتحمس ونستمر، هنقدر نستخدمه علشان نحفز نفسنا. لما نفهم أكتر عن دوافعنا، هتزداد قدرتنا على تحسين أدائنا وتحقيق النجاح بشكل أفضل. وبكده يا أصدقاء نكون انتهينا من تلخيص كتاب الحافز لدانيال بينك. شكرا على متابعتكم معانا من خلال التلخيص اللي قدمناه ليكم. نتمنى ان احنا نكون عند حسن ظنكم دايما، وتكونوا استفدتوا بالمحتوى بأكبر شكل ممكن. لو عجبكم الملخص ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير وسبسكرايب للقناة.